ياسين مرعي مدافع فاركو يرفض التوقيع للزمالك ويفضل انتظار الأهلي رغم تحفظ ريبيرو على مستواه. محمد يوسف ينتظر موافقة الخطيب وريبيرو لعقد جلسة مع محمد شريف لحسم موقفه وتحديد راتبه. تحفظ داخل الأهلي على صفقة تبادلية مع سيراميكا بسبب عدم الاقتناع بقدرات أحمد هاني مقابل عمر كمال. مصدر بن أهلي ينفي وجود كوبري لضم إبراهيم عادل ويؤكد أن مركزه مكتظ حالياً بلاعبين. تقارير صحفية تزج باسم كريم الدبيس في صفقات رغم رغبة الأهلي بالإبقاء عليه بعد تفضيل كوكا عليه بمونديال الأندية. عرض اتحاد جدة لإمام عاشور قبل المونديال كان استفساراً من وسطاء فقط ولم يصل عرض رسمي. منصة الدوحة سبورت تختار أحمد عبد القادر أفضل لاعب بالموسم الماضي في الدوري القطري متفوقاً على ساسي وبنجاح. أنباء عن عرض من نادي السلية القطري لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي. الأهلي يفاضل بين خبير إنجليزي وآخر برتغالي لتعيين أحدهما مديراً فنياً لقطاع الناشئين. رابطة الأندية تدرس تعديل عقوبات الجماهير لتفرض على الأفراد وليس النادي كاملاً مع تطبيق الحرمان بعد استنفاذ العقوبات. قناة النهار تعيد برنامج ميدو رغم إساءته السابقة للأهلي بعد استقالته من الزمالك بسبب شيكابالا. أحمد حجازي يرفض عرض الزمالك ويفضل البقاء في الدوري السعودي. آدم كايد يصل القاهرة للخضوع للكشف الطبي في الزمالك وسط انتقادات جماهيرية للصفقة. بروسيا دورتموند يضرب موعداً مع ريال مدريد في ربع نهائي مونديال الأندية بعد الإطاحة بمونتيري. إيقاف لاعب دورتموند يمنعه من مواجهة شقيقه في الريال في المونديال. بورتو يفاوض مدربه الأرجنتيني لفسخ عقده بعد فشله في تحقيق أي فوز في البطولة. الهلال يمنح لاعبيه 2 مليون ريال مكافأة بعد الفوز على مانشستر سيتي في المونديال. الصحافة الإنجليزية تصف إقصاء مان سيتي بأنه زلزال المونديال.